لو أنا طول الوقت عندي شعور بعدم الاستحقاق وعندي شعور إن أنا قليل جدًا، ده شعور داخلي وباشوفه دايمًا في عينين الناس اللي باتعامل معاهم، اعرف إن المشكلة عندك أنت مش عند الناس اللي حواليك، الناس اللي حواليك بتشوفك من خلال نظرتك أنت لذاتك، فابدأ راجع إيه الأسباب اللي وصّلتك إن أنت طول الوقت حاسس إن أنت قليل وحاسس إن أنت لا تستحق. أول حاجة ترجع لها التربية اللي أنت اتربيتها من الطفولة، البيئة اللي أنت كنت عايش فيها. هل طول الوقت لقيت حب واهتمام ولا كان عندك احتياج وفقدان الحب والاهتمام؟ طول الوقت كان عندك عدم تقدير، طول الوقت كنت شايف نفسك ان انت قليل من خلال نظرة البيئة دي ليك او من خلال الاب والام في التربية. فده بيفرق جدا وبيترسخ عندك في اللاواعي ان انت قليل وان انت لا تستحق. رقم 2 التجارب السلبية المتكررة. لو انا طول الوقت بتعرض لرفض متكرر او فشل متكرر، يعني أنا ممكن أكون رُحت قدّمت على وظيفة واترفضت، قدّمت على وظيفة تانية واترفضت، فده بيترسخ عندي إن أنا باترفض، إن أنا حاسس إن أنا طول الوقت مش مقبول. لو أنا مرّيت بتجربة وفشلت، تجربة تانية وفشلت، فحسيت إن أنا أستحق الفشل، فراجع عندك التجارب السلبية. ده هيدّينا رقم 3 التوقعات اللي أنت بتتوقعها لذاتك. لو أنا حاطة توقعات مرتفعة جدًا لإن أنا ما عنديش اتصال بذاتي ومش عارف إيه نقاط الضعف اللي عندي، التوقعات المرتفعة والعالية دي لما بيحصل عكسها بيحصل عندي عدم استحقاق واحس ان انا قليل. التوقعات دي بتيجي عن طريق ايه بقى؟ ان انا ما عنديش اتصال بذاتي ومش عارف نفسي كويس، مش عارف ايه نقاط الضعف اللي عندي. فلما رحت اتقدم على وظيفة هي محتاجة مهارات معينة هي مش عندي وانا ما اعرفش ان هي عندي او لا، ما عنديش اتصال داخلي بنفسي، فببدأ ان انا اترفض، فبحس ان انا فشلت او ان انا استحق الرفض لان انا ما عنديش اتصال بذاتي، ما عنديش وعي بإمكانياتي، عندي توقعات عالية عن نفسي لأن أنا فعلا معرفش نفسي، فده بيحسسني بشعور إن أنا قليل وإن أنا لا. رقم 4 المقارنات بالناس اللي حواليك اللي احنا بنسميها المقارنات السلبية. لو أنا طول الوقت بقارن نفسي في السلمة الأولى اللي أنا واقف عليها بشخص تاني وصل للسلمة رقم 8، فأنا ببص لإمكانياتي أنا وإمكانياته هو، فبحس إن أنا قليل وإن أنا لا أستحق. او من خلال السوشيال ميديا ببدا اشوف الجانب اللي الناس بيحبوا يظهروه للناس اللي قدامهم، فببدا احس ان انا قليل، شايف حياتهم فيها راحه، فيها سعاده، في فلوس، في نجاح، في حاجات كتير قوي وهي مش عندي، مش امكانياتي، فحاسس ان انا قليل قوي. لما تبص وتقارن، قارن نفسك دلوقتي بنفسك قبل كده، ده اللي يرفع عندك الاستحقاق ويرفع عندك ان يكون عندك ثقه بنفسك. انا كنت ايه ووصلت لايه وعايز اوصل لايه، مش هبص لنفسي بالناس اللي حواليا او امكانياتهم ويكون عندي مقارنات سلبيه، ده بيدي شعور عدم الاستحقاق. لازم ان انا اكون واعي بذاتي، وعشان اوصل ان انا يكون عندي استحقاق اول حاجه يكون عندك وعي ايه اللي موصلك للحته دي والشعور ده ملازمك على طول ليه، ايه السبب. فابدا شوف الاسباب اللي احنا قلناها وابدا ركز على السبب الرئيسي اللي عندك عشان تبدا تشتغل عليه. رقم 2 لازم تدخل في رحله الوعي الذاتي، لازم تبدأ تتعرف على نفسك، تشوف ايه نقاط الضعف اللي عندك اللي انت محتاج تشتغل عليها، نقاط القوة اللي عندك اظهرها قدام عينيك وخليك ان انت تشوفها، ده بيعزز من ثقتك بنفسك. ابدأ شوف نجاحاتك وانجازاتك وخليها دايما قدامك، عشان لما احس ان انا فاشل او فشلت او اترفضت انا في حاجات حققتها، فده بيفرق معاك. ابدأ شوف نفسك من خلال الناس اللي بتحبك، المراية اللي حواليك، شوف نقاط القوة اللي عندك، نقاط الضعف اللي عندك وابدأ اشتغل عليها. ايه المميزات اللي عندي، ايه الموهبة اللي عندي. بص من خلال نظرة الخالق ليك، ربنا خلقك وبيبص لك نظرة كبيرة جدا، شايف ان انت ليك قيمة، شايف ان انت تستحق. فمن خلال نظرتي للخالق هبدأ اشوف هو شايفني ازاي وابدأ ارفع استحقاقي. لما هرفع استحقاقي العالم اللي حواليا بيتغير، الناس بتشوفني بصورة تانية خالص، العالم الخارجي ما هو الا انعكاس لعالمك الداخلي. فابدأ اشتغل على العالم الداخلي والجوهر بتاعك.